ظهرت واختفت بشكل غامض، وراح تنصدمون شنو لقوا لما دوروا عليها. قصتنا اليوم عن مرأة اسمها إلينا. تقول صاحبة القصة اللي دزت لي اياها، تقول انه هاي المرأة كانت غامضة. ليش؟ لان كانت ما عندها علاقات ويا احد، لا الناس يعرفون منو هي وليش سكنت هنا وشنو اصولها ومنين طلعت بشكل غامض واختفت بشكل غامض. فجأة لما اختفت هاي المرأة الناس حسوا بالريبة وافتقدوها، لأن كانت مميزة، كانت ترتدي ملابس سوداء ونقاب، المنقبة الوحيدة اللي كانت بالمنطقة، فشي أكيد يلاحظون اختفائها. لما اختفت بلغوا عند السلطات بدأوا يحققون، وراح تصدمون شنو لقوه أثناء التحقيق. دخلت السلطات لبيتها، ما لقوا أي شيء يفيدهم. صعدوا على سطح المنزل، اكتشفوا أكو بيت ورا بيتها مباشرة. هذا البيت كان مهجور منذ سنوات وما حد ملاحظه. السلطات اضطرت تتدخل بهذا البيت حتى تدور عن أدلة. لما دخلت السلطات لهذا البيت، لقوا صندوق خشبي ومفتاح معلق بسنارة، ولقوا كتاب من جلد. اخذوا المفتاح هذا واخذوا كتاب الجلد. لما فتحوا هذا الكتاب سقطت منه ورقة ممزقة. الورقة كانت تشير اكو شيء مميز داخل الصندوق. لما كسروا صندوق الخشب لقوا خريطة. هاي الخريطة كانت تؤدي إلى مكان غامض. الشرطة جمعوا مجموعة ضباط وراحوا لهذا المكان تهيئا وتحسبا خاف أي شيء يواجههم أو أي خطر. لما راحوا لهذا المكان لقوا كنز مدفون تحت الأرض. هذا الكنز كانت بيته حفريات وآثار لبلدهم وآثار للمدينة مدفونة تحت الأرض. هاي الآثار ما حد يعرف شلون طلعت من بلدهم وشلون اندفنت هنا. السلطات ما شكوا، لكن حسوا انه هاي المرأة كانت تخفي شيء كلش كبير، ولحد الآن الناس يدورون عليها وما لقوها. إلى هنا وصلت القصة. إذا عجبتكم القصة حطوا لايك ومتابعة حتى أشوفكم بالفيديو الجاي وبس.